الحكاية هتبتدي دلوقتي. المشهد اللي انتوا شفتوه من ثواني ده كان مشهد في فيلم اي وور، فيلم قصير للمخرج الالماني براين، بيوضح بشكل مرعب ومضحك في نفس الوقت معنى احساس دودة الاذن. ايه بقى حوار دودة الاذن ده؟ الاي وور او دودة الاذن الموسيقية هي الاغاني اللي بتلزق في دماغك وما بتطلعش، بتبقى عبارة عن مقطع من اغنية او لحن بيتكرر جوه دماغك من غير ما تبقى قاصد، وبيستمر في دماغك لمدة من 15 ل 30 ثانية. والله بقى اغنية، اعلان، اي حاجة الملحن بيرميها وانت للاسف بتسمع. يعني تبقى ماشي في حالك تلاقي مخك مشغل حته من اغنيه حلاوه روح. طب الموضوع بيمشي ازاي؟ طب ايه اللي بيخلي اغنيه او لحن يبقى دوده اذن؟ اولا كده هي بتحصل في حته في المخ اسمها القشره السمعيه، وهي الجزء المسؤول عن معالجه الصوت جوه دماغك. تقدر تقول اللي هو ماسك ساوند سيستم دماغك. تعال بقى ناخد الموسيقى في ايد والعلم في ايد ونقعد كده قعده عرب ونشوف هو ايه اللي بيحصل بالظبط وايه اللي بيخلي اللحن او الاغنيه يبقى دوده اذن. احنا قلنا في الاول لو تفتكر ان اي صوت المخ بيسمعه بيخش على حته اسمها القشره السمعيه. طب نيجي بقى للموسيقى ونسال سؤال بديهي جدا، ليه لحن معين او كلمات معينه هي بس اللي بتلزق في دماغنا؟ الاجابه على السؤال ده محتاجه طولة بال، وقبل ما نجاوب على السؤال ده في سؤال صعباني تاني لازم نرد عليه. طب السؤال بقى هو احنا بنتكلم على انهي اغاني وانهي موسيقى؟ يعني موسيقى شرقي ولا موسيقى غربي؟ طب هي تفرق يا محمد يا حسن؟ تفرق وش طبعا. الموسيقى الغربيه ليها مدارس وايقاع وثقافه مختلفه، والموسيقى الشرقيه ثقافه وايقاع والحان مختلفه تماما. ممكن يتقابلوا في محطه لكن كل موسيقى مستقله بذاتها. لكن الاكيد ان دوده الاذن ليها مواصفات معينه، زي ان الاغنيه يكون ليها مقاطع لحنيه بتتكرر كتير بدون فواصل. ندخل بقى في الجد ونعمل مقارنه بسيطه نحط فيها بقى الاغاني الغربيه على جنب والاغاني الشرقيه على الجنب التاني. في الجدول اللي ظهر قدامنا ده عندنا 3 امثله لكل موسيقى والعوامل المؤثره واللي بتشرح ليه كل واحده في دول دوده اذن. فاول مثال في الاغاني الاجنبيه هتلاقي اغنيه وي ويل روك يو، ايقاعها المميز ده هو اللي بيخليها دوده. ومش بس كده، دي حتى كمان كلماتها بسيطه وماشيه مع الايقاع البسيط البدائي. لكن مش دايما السر بيكون في الكلمات السهله. عندك مثلا اغنيه سوي ويز مي اللي هي الترجمه لاغنيه مكسيكيه مشهوره وليها كمان شبيه بالعربي، عشان كده الايقاع هو عامل قوي جدا. في ايقاع مشهور جدا اسمه ايقاع المقسوم، دم تك تك دم تك، هو ايقاع الاله نفسها، وده بيبقى شغال طول الاغنيه كلها، وده بيبقى مسؤول عن سرعه اللحن نفسه ويظبط سرعه المغني مع العازفين. بس مش هو السبب اللي بيخلي اللحن والاغنيه يلزقوا جوه دماغك. امال بقى مين المسؤول؟ المسؤول بجد هو الجمله اللحنيه. خليني بس اشرح لك اكتر. في الاغاني كل كلمه متقسمه لمقاطع صوتيه، وكل مقطع صوتي من دول بيقابله حرف ايقاعي اللي ممكن نسميه زمن النغمه. كل نغمه بنسمعها ليها زمن، فلو حطينا بقى ايقاع النغمات جنب بعض هيطلع لنا حاجه اسمها الجمله اللحنيه. وكل ما كانت الجمله اللحنيه دي قصيره وثابته وبتتكرر هيطلع لك دوده اذن موسيقيه طازه. طيب في الواقع الدراسات اللي اتعملت على دوده الاذن بتختلف في درجه تاثيرها على الناس. هل هي مزعجه لدرجه انها بتاثر على تركيز البني ادم او انشطته اليوميه العاديه ولا لا؟ الاغلب ان الدراسات قالت انها ممكن تكون مزعجه شويه لكن مش بدرجه كبيره، لانها لو وصلت لمرحله الازعاج الشديد ما بتبقاش اصلا دوده اذن، ولكن بتكون حاجه ثانيه، بتكون وقتها اطول من وقت دوده الاذن وبيصاحبها اعراض نفسيه، ودي بتبقى شكل تاني من تطفل الموسيقى على العقل. سامعك وانت بتقول ان انا مش هاممني بقى لا الاسباب ولا التحليل ولا النتائج ولا الكلام ده كله، انا عايزها تطلع بره دماغي طول اليوم، بحاول ما اسمعش الاغنيه بس برضه ما بتقفش. اقول لك بقى هدى، خد نفس كده وما تقلقش، انت مش لوحدك، الكل بيحاول يتخلص منها. هي عنيده، عمرك شفت دوده عنيده؟ اتعلم يا اخي منها. مبدئيا مش هتعرف تبطل تغنيها ولا تقعد في الاوضه وتطفي النور وتنعزل عن العالم. الحل في انك تقنع عقلك اللاواعي، لان الموضوع كله في ايده. خلينا اشرح لك. انت لما بتقرر توقف دوده الاذن بتدي امر لعقلك الواعي انه يوقف المهزله دي، بيقول لك تمام وبيحاول يقضي على الفعل نفسه، او في الحاله دي بتبقى دوده الاذن، وبيستخدم طاقه كبيره ومجهود وضغط عشان يمنعها تماما في الوعي. وعشان اكون امين معاك بيعين غفير يتمم ويعمل مسح للعقل اللاواعي انك ما تفكرش في الاغنيه دي تاني، عشان يتاكد ان الفكره اللي انت مش عايزها دي ما بقتش موجوده. تمام كده؟ لا مش تمام، لان الغفير في ارض اللاوعي ده بيلاقي الفكره اللي هي اصلا الاغنيه لسه موجوده، فبيرجع لعقلك الواعي ويقول له الفكره او الاغنيه لسه موجوده، وبالتالي انت مش بتعرف تنساها. وده اللي بيسموه في علم النفس نظريه العقل الساخر. النظريه دي بتقول لك الحل انك تقنع نفسك انه اوكي خلاص الاغنيه لزقت في دماغي بس هي في الخلفيه، هدندنها عادي بس وانا بعمل كوبايه شاي وانا بلعب دور كده عشان اشتت تركيزي بس وانا عامل نفسي مش واخد بالي. وبالتدريج الدوده دي بتختفي. وكمان في حاجه مهمه جدا، انك ما تتعلقش بالاغنيه دي عاطفيا، ما تديهاش اهتمام اصلا، ولا تحس انك بتكرهها ومستفز منها قوي ولا انها عاجباك وحبيتها. وده بيسموه الاستجابه السلبيه. طريقك للسلام مع دوده الاذن. خلصت كده العاصفه الحمد لله. تخيل بقى نفسك في صحراء وصاحبك اللي معاك بعيد عنك جدا، وانت من التعب مش قادر اصلا
اصلا تنادي عليه ولا حتى عارف تشوفه بوضوح بسبب العواصف الرمليه، وفجاه تقع في دوامه لحن، دوده موسيقيه. من كتر ما انت اندمجت في اللحن ده بقيت عامل زي اللعمه اللي وقع في رمله متحركه، وفجاه بتلاقي نفسك قربت من صاحبك اللي كان بعيد عنك جدا. الحاله دي اللي وصفها الكاتب الانجليزي ديموند باجلي في كتابه فلاي اواي عشان يحكي لنا عن معاناه بطل الروايه في المشهد. سيبك بقى من الكاتب والروايه والبطل وركز معايا في ملحوظه مهمه، ان الروايه دي كانت اول عمل انجليزي يعرف دوده الاذن الموسيقيه، ولان مصطلح دوده الاذن الموسيقيه كان موجود قبل كده عن طريق الطبيب النفسي الالماني إيكرت، هو اللي استعمل لفظ دوده الاذن. بس برضه التسميه دي جايه منين بقى؟ يمكن عشان الالمان وباقي شعوب اوروبا بيستخدموا اللفظ ده عشان دارج في بيئتهم، عشان يعبر عن الحاجه اللي بتنخر جوه دماغهم زي دوده الفاكهه. وده بالمناسبه كان نفس الوصف البصري اللي استخدمه المخرج بتاع فيلم اي وور اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقه. يمكن المخرج كان عايز يوصل رسائل كتير اكتر من فكره دوده الاذن وتاثيرها الرهيب في رايي في اختيار الازياء للممثلين، وكانه بيشاور على الوقت اللي الاعلام والميديا بدأت تتحول فيه لسلطة كبيرة ليها دراعات كتير وقادرة تسيطر على الناس. أو ممكن كان يبقى قصده بس إنه يبين قد إيه دودة الأذن مزعجة. بس تفتكر حاجة زي دودة الأذن دي زي ما ممكن يكون ليها لازمة تبقى مفيدة، يعني مثلا ممكن أصلا يكون ليها علاقة بمرض نفسي. اطمن، دودة الأذن مش مصنفة على إنها اضطراب نفسي، وإلا كده الناس كلها هتروح العباسية، لأنها بتحصل ل 90% من البشر وممكن تحصل لك كل يوم. وفي دراسة عملتها الجمعية البريطانية لعلم النفس لاحظت إن التكرار والإلحاح اللي بيحصل في تكرار الأغنية في حالة دودة الأذن هو شبه جدا الأفعال القهرية في اضطراب الوسواس القهري، زي انا غسلت ايديا ولا لا، قفلت الباب ولا لا. تشابه الحالتين خلى القائمين على الدراسه دي يتتبعوا مسار دوده الاذن ويعرفوا هي بتحصل ازاي. فاكر بقى نظريه العقل الساخر اللي احنا شرحناها من شويه؟ هي نفس الطريقه اللي بتحصل مع مرضى الوسواس القهري. الناس بقى بتوع الدراسه دي قالت ايه؟ يا بس كده تاهت ولقيناها، اخيرا هنستفيد من الدوده بنت المؤذيه دي. احنا ليه ما نجربش آلية التخلص من دوده الاذن دي اللي هي الاستجابه السلبيه في علاج الوسواس القهري ونشوف؟ عشان ما تتوهش مني، الاستجابه السلبيه تاني هي عدم مقاومه الفعل او كبته، لكن انت بس بتحاول تعمل معاه افعال تانية بتكون بتحتاج مجهود ذهني اكبر يساعدك انك تتخلص من الفكره او الفعل اللي انت مش عاوزه. ممكن بقى ندي مثال على الافعال القهريه اللي بيسببها الوسواس القهري، OCD، زي قفل الباب. في حاله المصاب بالوسواس القهري بيرجع حوالي 5 أو 6 أو 10 مرات يتاكد كل مره ان الباب مقفول، لكن لو قرر يطبق الاستجابه السلبيه هيعمل ايه؟ هيقفل الباب اول مره بس ومش هيرجع تاني. اكيد كده المشكله ما اتحلتش، بس خلينا اكمل لك. هو لو رجع عشان يتاكد ان الباب اتقفل ولا ما اتقفلش، او ممكن يهدى شويه وتوتره يخف، لكن بعد شويه التوتر هيزيد تاني، زائد انه هيحس ان فعل الرجوع تاني عشان يتاكد تاني هو الفعل المظبوط، وده اللي احنا مش عاوزينه. لكن لو قرر يجرب الاستجابه السلبيه هو مش هيشيل فكره جايز يكون الباب ما اتقفلش، هو هيسيبها مش هيلغيها. خد بالك بقى، هو ده السر، هو مش هيمنع الفكره، هو هيتقبلها. بالتدريج التوتر بيقل ويبدا يتعود على الشك ده وانه مش مضطر يعمل اي حاجه. فكره الاستجابه السلبيه هنا بتخليه يكسر حلقه الافعال القهريه. بس كده انت ممكن تكون ما بتحبش دوده الاذن او بتزهق منها، بس قد ايه البشر قادرين يفكروا حتى في الحاجه اللي بتزعجهم عشان يوصلوا لحلول ممكن تساعدهم ولو بشكل بسيط. في مشاكل اكبر بكتير قوي من الزهق والازعاج. لو عندك دوده اذن وعايز توقفها انت عرفت بقى، وما تنساش تعمل لايك او سبسكرايب. وسلام ايها المشاهد الجميل.